بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين، متابعين قناة بحرين ميكس للشروحات. اليوم درسنا الجديد راح يكون عبارة عن تعديل الشاشة المقلوبة في أكثر الأجهزة وبالخصوص ويندوز 10. يعني مثل ما تلاحظون شوفوا الشاشة شلون صارت الساعة من فوق، والرن هاي كلها صاروا من فوق. شوفوا كامل انقلبت الشاشة، يعني بدل ما يصيرون هني تحت صاروا من فوق. يمكن جاهل حاس او شي. فشلون نعدل الشاشة مثل ما كانت؟ فمو ممكن الأغلبية يعرفون، بس لازم في ناس ما يعرفون. فراح نعلمكم شلون طريقة ترجيع الشاشة. اتبعوا وياي الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نجي على الأزرار، أزرار الجهاز مثل ما تلاحظون، ونضغط على كنترول، هاي اللي هو الكنترول وألت. هاي كنترول وألت نضغط عليهم ثنتين هون، بس أنا بضغط على ذين أنا قريب من الأسهم. وشوفوا هاي الأسهم، في أجهزة يكونون هني، في أجهزة يكونون فوق. المهم نضغط على الأسهم ونضغط على السهم اللي مؤشر على فوق. شوفوا الحين بضغط عليه مثل ما بتلاحظون بترجع الشاشة. شوفوا مثل ما تلاحظون رجعت الشاشة مثل ما كانت. وترد تضغط على السهم اللي تحت، ممكن جاهل حايس في الجهاز او شي. شوفوا ضغط عليها وردت انقلبت. وبرد اضغط على اللي فوق، السهم اللي فوق، وترجع الشاشة مثل ما كانت. اتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس، ولا تنسون الاشتراك في القناة لشروحات جديدة قادمة. شكرا لمتابعتكم، ومع ألف ألف سلامة.